مساء الخير، معاكم مروة صالح في برنامج شخصية مؤثرة. يا ترى مين يعرف صفاء حجازي اللي في محطة مترو باسمها في منطقة الزمالك؟ يلا بينا نعرف نبذة عن حياتها. هي صفاء حجازي إعلامية مصرية شغلت منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، وكانت أول سيدة تتولى المنصب، وده كان عام 2016، وأطلق عليها المرأة الحديدية، وده بسبب قراراتها الحاسمة. اتولدت صفاء حجازي في مدينة طلخة، ودرست في كلية التجارة جامعة طنطا قسم المحاسبة. حبت الإعلام، وكانت البداية في القناة الأولى عام 1990، وده بعد اجتيازها اختبار الإذاعة المصرية، وبدأت المشوار في الإذاعة، وكان أول حوار ليها مع رئيس الحكومة عاطف صدقي، ونجحت في تسجيل حلقات مع كامل الشناوي ومصطفى أمين اتكلمت فيها عن سيرة حياة كوكب الشرق أم كلثوم. وكانت بدايتها في التلفزيون مع انطلاق الفضائية المصرية عام 1990، وكانت البداية في قراءة نشرة الأخبار. بعدها قدمت برنامج بيت العرب، وأجرت لقاءات مع كتير من الملوك والرؤساء العرب، بجانب تغطيتها لأحداث القمم العربية ونشاط الجامعة العربية. وفي عام 2013 تم تعيينها رئيساً لقطاع الأخبار، وأصبحت أول سيدة بتشغل المنصب. وبعدها تم تعيينها رئيس لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، ودي كانت أول مرة بيشغل منصب رئيس اتحاد الإذاعة سيدة، وده كان في وقت صعب جدا في تاريخ مصر. ونجحت في إطلاق قناة ماسبيرو زمان. استمرت في منصبها حتى توفاها الله يوم 28 مايو 2017 بعد صراع مع المرض. استنوني في حلقة جديدة من حلقات شخصية مؤثرة مع مروة. لو وصلت للجزء ده من الحلقة ما تنساش الاشتراك في القناة.